من أجمل الحاجات اللي كلنا بنحبها هو الملفيه، واللي دايما كده لما كنا واحنا صغيرين بنجيب دستة جاتوه كنا كلنا كده نروح ننقي ونقعد نتخانق عليه. دلوقتي بقى بقينا ايه، بنشتري بالدستة وبنشتري كده. النهاردة بقى هنعمله في البيت، لاني فعلا كنت رايحة اشتري فلقيت القطعة الواحدة والله يا جماعة ب40 جنيه القطعة الواحدة. تمام كده، النهاردة هنعمل دستة كاملة. كل اللي هنحتاجه هنجيب بس كده ب55 جنيه، هنعمل بيه دستة كاملة 12 قطعة. وكمان هقولك لو حابة تعملي تورتة الملفي بكل سهولة، النهاردة مع بعض هنعرف. طيب أول حاجة كده تعالوا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب معانا كده قطعة شوكولاتة هنبتدي إن احنا نسيحها. حطيت عليها كده قد معلقتين زيت، وهحطها في مية سخنة بس مش بتغلي. وكمان طلعت كده شوكولاتة بيضة، تقدري تستغني عن الشوكولاتة البيضة، تقدري تستخدمي شوكولاتة بيضة بس أو شوكولاتة بني بس. هنحطها في مية سخنة ونسيبها ايه تسيح بقى. طيب معانا كده ربع كيلو من كريم البستري او بستري كريم، تمام، عليهم كوبايتين حليب متلجين. طيب بيتباع فين؟ بيتباع عند خامات الحلواني، تمام كده. وهنحط عليه ايه، هنسيبه بقى كده نضربه كده بالعجان او بالمضرب الكهربي. هنحتاج عليه 3 معالق من كريم الشانتيه. على فكرة الحاجات دي كلها بتتباع عند خامات الحلواني، سعرها حلو، افضل كتير من اكياس يا جماعة، وبترمي معانا كمية حلوة. طب الكمية دي كلها على فكرة هتعمل لي مرتين، يعني انا النهاردة هعمل 12 قطعة، لا دول يعملوا 24 قطعة. بس انا بحب اجهزه كده وبعمل كمية وبحطه يبقى سهل وجاهز معايا، علشان لما احب كده الولاد عاوزين حاجة حلوة على السريع كده يبقى جاهز، يا دوب هطلع واحشي وازين وخلاص. تمام. فالكمية دي لو انت هتعملي النهاردة 12 قطعة، انا جايبة دول 3 دول ب55 جنيه. دول هتعملي نص كمية الباستري كريم، يعني هيبقى نص كوباية بدل ما هو ربع كيلو 8 كيلو، تمام. وهتحطي عليها كوباية حليب، وهتحطي عليها معلقتين أو معلقة ونص كريم شانتيه، وتضربيهم كويس قوي وتحطهم في التلاجة. دلوقتي ده يا جماعة بيتباع عند خامات الحلواني، بيتباع في الماركت، بيتباع عند بتوع الفطير، موجود في كل حتة الملفيه الجاهز ده. عاوزة اقولك علشان تعملي عجينة الملفيه صعبة جدا ومش اي حد هتنجح معاه، تمام. فاحنا بنريح دماغنا هم ب55 جنيه هيعملوا لنا ما شاء الله 12 قطعة. اللي احنا قطعناه ده مش هنرميه، هنعمله ام علي حبة حليب كده وسكر واديهم لاولادك، تمام. مفيش حاجة بتترمي. طب احنا ظبطناه بس وفتحناه كده من الجناب علشان لما نيجي نزينه يبقى زي بره. هاتي بقى كده كيس من بتاع الحلواني ونحط فيه كده علشان ايه، نبتدي نحط الحشو بتاعنا. وتقدري من غير كيس الحلواني بس بيسهل علينا، تمام. عرفنا ان احنا بنجهز الكريم البستري ده، بتجيبيه من عند خامات الحلواني بودر كده. زي ما قلت لك كده انا عملت ربع كيلو بس هيعمل لي مرتين، تمام. طب تعالوا بقى نبتدي ان احنا نزينه كده. القطعة الواحدة ب40 جنيه. طب ما احنا اهو يا جماعة جبنا ده ب55 جنيه، وهتجيبي قولي حبة خامات تاني، يعني مثلا هتكمليهم 100 جنيه، تمام. وهتعملي 12 قطعة. وهقولك دلوقتي كمان لو حابة تعملي تورتاية، احنا كده بنقطعه زي قطع الجاتو. حابة تعملي تورتاية هقولك ازاي. طبعا بنمسك الطبقة الأولانية كده وبالكيس بقى ده، بصي بقى بيسهل ازاي، بدل ما بالمعلقة ولا أي حاجة. وبتقومي حاطة الطبقات كده فوق بعض وتضغطي بالراحة، تمام كده. بصوا بقى الكميه اللي اتبقت اهي، بقول لكم تكفيني، هشيلها بقى في الفريزر اطلعها في اي وقت. وبعد كده بنبتدي ان احنا نحط كده ونظبط. هنا بقى حابه التزيين بقى براحتي، بس اهم حاجه كريمه البستري دي اللي بيتحشي بيها المليفيه، تمام. وبنظبط كده من الجناب. بصي سهل جدا والله، لو عملت اي حاجه في النهايه هيبقى جميل ويطلع مقرمش كده زي احنا اللي بنشتريه. تقدري هنا بقى تحطي سكر باودر، في بيحبوا الملفيه بالسكر البودر. تقدري تحطي صوص الشوكولاته او النوتيلا اللي احنا لسه عاملينها، تمام. احنا بنموت في الملفيه بالمربى، واجمل مربى يا جماعه بصي بصفه عامه للحلويات مربى المشمش للبيتي فور وللملفيه والحاجات دي كلها بتبقى تحفه جدا، تمام. ادينا اهو زي ما انتوا شايفين كده بنظبط اهو. احنا مش حلوانيه ولا حاجه، احنا عادي
بصي اي حاجه اهو بتظبطي وبتطلع تحفه. ونظبط كده، ويعني انت هتعمليه بكل سهوله. تمام. انا بنتي والله الصغيره بتعمله يعني. اتعودنا بقى بدل ما نروح نجيب مثلا 10 قطع ب400 جنيه، دستة كاملة اهي تقدري اللي انت تعمليها هوا. وبصي بقى بدون تعب ولا اي حاجة. احنا يا جماعة بنريح يعني نفسنا، وفي نفس الوقت بناكل اللي نفسنا فيه. تمام. دي بقى مربى مش كده بنضطر اللي احنا نعملها بالمعلقة كده عشان تسيح، عشان تبقى ايه بس ايه سهلة كده في التزيين. وزي ما قلت لك اجمل مربى للملفيه كلنا عارفين مربى المشمش. وبرضو احنا لو انت مش عامله مربى مشمش، موجوده عند خامات الحلواني وبتتباع بصي بالكيلو، يعني ممكن تجيبي ب20 جنيه هيغرقولك الدنيا. تمام. ونعمل اللي احنا نفسنا فيه. كل حاجه بقت غاليه؟ لا، حاول بقدر الامكان نعملها وظبطيها بقى كده بس بالراحه اهو، زي ما انت شايفه كده. تمام قوي. مفيش اسهل من كده. وهو الملفيه اللي انت بتجيبيه، وهي المربى اللي متزينه بيها، وهو كريمه البستر اللي بيتحشي بيها الملفيه. بس محتاجين ايه تاني؟ هنا بقى الشوكولاته ساحت اهو. بصوا بقى، المفروض كنت كمان حطيتها في كيس الحلواني كان افضل. الكيس ده بيضغط كده فبينزلها مش مظبوطه، بس عادي ولا يهمنا. عملنا بقى خط كده من اللي هو الشوكولاته البني، وبعد كده خط من الشوكولاته البيضاء، وبعد كده بصي بالخله كده بتروحي رايحه جايه رايحه جايه علشان تديكي شكل الزجزاج. المفروض بقى بصوا كنا حطيناها في كيس الحلواني كانت افضل، وبيبقى ناشف شويه عن الكيس بتاع السندوتشات. بس بصوا الشكل جميل والطعم خطير. ايه رايكم بقى؟ تعالوا بقى بصي، علشان تقطعيها لازم تتحطي في التلاجة تتماسك. والله انا يا جماعه ما لحقت، ولادي عمالين يقولوا لي اديني حته اديني حته، رحت طلعتها بسرعه. وبتبتدي اللي انت تقطعيها كده بالراحه اهو. عاوزه اقول لك كمان بس وانت بتقطعي كده تمسحي السكينه علشان ايه ما تبهدلكيش الشكل. اقول لك حاجه كمان، انا مقطعاها قطع كبيره. يعني لو القطع اللي احنا بنشتريها اللي هي 40 دي هتعمل لي بتهيألي مش دستة، اكتر من دستة ونص. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. وبنبتدي ان احنا نقطعها كده. طيب لو انت حابه تعمليها تورته هتعملي ايه؟ بنفس الشكل كده من غير ما تقطعيها، وتجيبي حبه مكسرات من الجنب، حبه شوكولاته مبشوره، وتبتدي تلزقي بعد ما تدهني الكريمه من كريمه البستري كده من الجناب. هتلاقي الشوكولاته بقى ايه لزقت كده، وهتبقى شكلها من بره تحفه ومن جوه. ايه رايكم؟ بصوا بقى ما شاء الله، شايفين القطع اولا كبيره ازاي؟ يا رب الفيديو يكون عجبكم، جربوها واعملوها. ونعمل كل حاجة في البيت، كل حاجة هتغلى مش هنشتريها، وفي البيت اعمليها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واعملي لي متابعة، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.